أهلا بيكم. لو عايزين تعرفوا إزاي تعبروا عن الحاجات اللي بتحبوها أو لأ بالألماني فانتوا في المكان الصح. في فعل واحد بسيط جدا هيساعدنا في الموضوع ده، وهو mögen. يلا بينا نشوف إزاي نقدر نستخدمه. يبقى السؤال واضح، إزاي نتكلم عن الحاجات اللي بنحبها والحاجات اللي مش بنحبها بالألماني؟ الموضوع بسيط، وتعالوا نمشي فيه خطوة خطوة. طيب خلينا نبدأ بأهم حاجة، الأساسيات. عشان نقول أنا بحب بنستخدم فعل mögen، وأكتر صيغة أبسط شكل ليه هو ich mag. بصوا على أول مثال معانا، بسيط خالص. Ich mag Katzen. هنا ich طبعاً معناها أنا، وكلمة Katzen يعني قطط. فالترجمة واضحة جدا، أنا أحب القطط. يعني ببساطة كده ماج هنا هي اللي بتدي معنى أحب أو يعجبني. طيب عشان الموضوع يثبت أكتر، تعالوا ناخد مثال تاني. الجملة بتقول Ich mag meine Freundinnen. الكلمة الجديدة اللي معانا هنا هي Freundinnen، ودي معناها صديقاتي. والترجمة بتاعتها زي ما توقعتوا بالظبط، أنا أحب صديقاتي. شايفين؟ الموضوع مباشر جدا، هو نفس النمط بيتكرر. طيب لو اللي بيتكلم أو بيحب مش أنا، يعني لو عايزين نقول إحنا بنحب أو أنتوا بتحبوا، الموضوع زي العربي بالظبط، شكل الفعل بيتغير. تعالوا نشوف بيتغير إزاي. بصوا بقى معايا في الجدول ده عشان مهم. مع إيش زي ما شفنا بنستخدم معك، لكن مع فير اللي هي نحن، الفعل بيرجع لأصله تاني وبيبقى موجن. أما بقى مع إير ودي معناها أنتم، شكل الفعل بيتغير وبيبقى موجد. يلا بينا نطبق اللي لسه قايلينه ده في مثال. الجملة بتقول Wir mögen Hunde. هنا استخدمنا mögen مش mag. ليه؟ عشان الفاعل هو wir أو نحن. وطبعاً معناها بسيط جداً، نحن نحب الكلاب. تمام كده؟ يبقى عرفنا إزاي نقول أنا أحب وكمان نحن نحب. حلوة قوي، كده إحنا عرفنا إزاي نكون جملة خبرية. الخطوة اللي جاية بقى إزاي نحول الجملة دي لسؤال، والموضوع صدقوني أسهل بكتير مما تتخيلوا. بصوا كده على الفرق بين الاتنين دول. الجملة العادية بتقول Du magst Kaffee، يعني أنت تحب القهوة. عشان بقى نخليها سؤال، كل اللي عملناه إننا جبنا الفعل في الأول بس كده، فبقت magst du Kaffee. طيب ناخد مثال كمان عشان الفكرة تثبت أكتر. لو بنسأل مجموعة بصيغة أنتم، السؤال هيبقى mögt ihr Hunde؟ شايفين؟ مرة تانية بدأنا بالفعل اللي هو mögt. وترجمتها المباشرة طبعاً هي سؤال، هل تحبون الكلاب؟ الموضوع طلع بسيط خالص، صح؟ كده عرفنا نعمل سؤال بكل سهولة. دلوقتي وصلنا لآخر جزء مهم معانا، وهو العكس. إزاي نقول أنا مش بحب حاجة معينة؟ والسر كله في كلمة واحدة بسيطة جدا، هي كلمة nicht. القاعدة هنا سهلة أوي. لما نكون عايزين ننفي اسم ومعاه ضمير ملكية زي مثلا mine أو dine، كل اللي بنعمله هو إننا بنحط كلمة nicht في آخر الجملة بس كده. تعالوا نشوف الموضوع ده خطوة بخطوة. الجملة الأصلية بتقول Ich mag deinen Bruder، يعني أنا أحب أخاك. طيب عشان ننفيها هنعمل إيه؟ بسيطة، هنحط nicht في الآخر خالص، فهتبقى Ich mag deinen Bruder nicht. وده مثال تاني عشان نأكد المعلومة. Ich mag deine Katze nicht. نفس القاعدة بالملي، جملة عادية جدا وفي آخرها حطينا nicht عشان ننفي، ومعناها طبعاً أنا لا أحب قطتك. ممتاز، كده خلاص عرفنا كمان إزاي نعبر عن الحاجات اللي مش بنحبها. على فكرة ممكن كمان نستخدم nicht في سؤال، يعني لو عايزين نسأل حد عن الحاجات اللي هو مش بيحبها، زي مثلا السؤال ده Welche Tiere magst du nicht? واللي معناه إيه هي الحيوانات اللي ما بتحبهاش. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا كل الأساسيات دي، يا ترى إيه أول حاجة جت في بالكم ممكن توصفوها باستخدام فعل mögen، سواء حاجة بتحبوها أو لأ؟ فكروا كده وحاولوا تكونوا جملة.